اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم غادي نشارك معكم إن شاء الله الحشا نتاعي اللي كان عبارة عن إسكالوب تاع صدر الدجاج مع ليفخيت في المقلاة الهوائية. هنا هذا الهدف من هذا الفيديو كان نزولا عن طلب أخت مشتركة عندي في القناة ولا صديقة عندي في القناة بالأحرى. كان طلبت مني أني نشارككم أي استعمال نستعمل فيه المقلاة الهوائية. هذا عاود استعملت فيها ليفخيت، على قلت نشارك معكم. ومن الهدف الثاني وهو المهم انه يعني صدر الدجاج كما نعرفوا، كما دائما نقولها لكم، يعني دائما نبغي ننبهكم هذه الاشياء باش ما تنسوش ان الدجاج مهرمن ومشي مليح لصحتنا، ويعني كي ناكلوه كما درك انا بالك شفتوني درت لكم فيديو نتاع الكبده تاع الدجاج، يعني فصلت بيناتهم بيومين 3 ايام وانا ناكل، يعني درت حساء العدس، حساء البوكاسي بزيت الزيتون بالثوم اللي شاركت معكم، باشياء براس الحانوت اللي صحي، يعني عن بعد يعني باش نخلي فرصه للجسم تاعنا يطرح هذيك التسممات اللي كليناها، ومن بعد اكيد نعاود ندير لهم هكا حاجه يعني مره على مره هكا تكوني ذكيه وتحافظي تلبي طلباتهم، وميم طون اللي ما يبغيش هكا هذا الطبق. ولكن كما قلت لكم دائما خاصنا ناكلوا بحذر، لانه باش هكا ما ندوش انفسنا للتهلكه. هذه يا حبيباتي يعني الوغ كيما شفتوا يعني تاني طريقه الطهي، يعني معليش ناكل الدجاج يعني تبقى لي هنا في هذا الطبق نتاعي فيه برك هرمونات الدجاج، يعني هذه هي الحاجه اللي نخاف منها برك. يعني هذا مكان بالعكس كل حاجه فيه صحيه، يعني لانه التتبيله تاع الدجاج ما فيها لا خردل، ما فيهاش حاجات مصنعه بزاف، ما فيهاش خردل، ما فيهاش ياغورت ناتور، يعني ياغورت ناتور سي فري سموه ياغورت طبيعي، ولكن ماكش خدمتي في البيت، لانه كي يكون معلب كي يكون برا، يعني اي حاجه ديريها في بالك تكون فايته على الشركه راه فيها مواد حافظه، يعني ما نتفاهموا مليح. يعني نبغي ننبهكم لهذه الاشياء، يعني لان الدجاج كما سبق وقلت لكم في رمضان، يعني اطباق اللي شاركتها معكم في رمضان، قلت لكم الدجاج تاعي كي نبغي نتبله اي دجاج، يعني بغيت نديرها هكا اسكالوب نمشوي، بغيت نديرها يعني فاخسي بالجبن، بغيت نديرها يعني كيف ندير معاه برك زيت الزيتون، وندير معاه الثوم اكيد كما تحبي. انا ندير معاه داك زيت الزيتون او ميم طون اللي مخمر فيه الثوم، ندير فيه التوابل اللي بغيتي، يعني اكيد اللي والفه. والاهم من ذلك ما نديرش فيه الخضر، ما نديرش فيه ياغورت ناتور، ندير فيه اللبن ولا الرايب، يعني اللبن ولا التوابل الحمد لله المعتمد اللي نقدر نديروا هذا كامل. دائما نحاول ندخل الزعتر ولا الزعتر لانهم مضادات للاكسده، يعني فيهم مليح، يعني يعاونوا بزاف على غرار على غرار البنه، يعني اكيد يديروا بنه شابه، ولكن سورتو يعني ما تنسوش اننا نديروهم على يعني على الفائده الصحيه نتاعهم، لانها تساعد الجسم في طرد السموم. وميم طون حبيباتي شفتوا المقله نتاعي، يعني هنا كانوا لي دو كريبيير يعني في لافيسيل كانوا مسخين عزكم الله، درت في هذه المقله قديمه عندي، يعني ماذا بك تكون حاجه صحيه اينوكس ولا حاجه. وميم طون شفتوا درت زبده طبيعيه، يعني ما درتش زيت كما شي نساء دير لك الزيت مصنع وتزيد دير الدهان يعني المصنعه، يعني زمارغارين مصنعه، وتقلي هذاك الستاكات. يعني من المستحسن اننا نحافظوا على الصحه تاعنا، لانه ديجا هذاك الصدر تاعي تاع الدجاج، يعني اللحم تاعي تاع الدجاج، يعني ديجا درت له شويه تاع زيت زيتون، درت له شويه تاع لبن ولا رايب، الوغ سي بون راه مليح. برك شويه تاع دهان في المقلاة، يعني حوالي ملعقه صغيره في المقلاة، والحمد لله ذوبتها وحمرت فيهم وشفتوا النتيجات رائعه ما شاء الله. اكيد الدجاج تاعي ضربته يعني بالمطرقه قبل شويه هكا باش يطيب لي شباب ويطيب لي اطري. هذه يا حبيباتي هذا هو الفيديو، هذه هو النصيحه، هذه هو البيوت من هذا الفيديو، يعني أول ما نعطيكم فكره. من فضلكم ما تنسوش الجيم اذا عجبكم، هذه عجبتكم هذه الفكره وعجبكم هذا الفيديو وعجبكم محتوى القناه، وما تنسوش باش تابونوا القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. سلام.